أنا رندا مجدي، ودي شوية فضفضة. جينزي كلمة بقينا أول ما نسمعها نتخض، مش عارفين بقى ايه الاكسبريشن الجديد اللي جاي علينا، ولا ايه التقليعة اللي هنتصدم ونلبس فيها. وكأهالي بقينا بنتخض من الأفكار بتاعتهم وجرأتهم والحاجات اللي احنا مش بنعرف نتعامل معاها. أنا معاكم، جينزي مختلفين عننا احنا كأهالي، وتحديدا جيل التسعينات والتمانينات، أواخر يعني التمانينات. بقى بالنسبة لنا الموضوع ده يخض جدا، بس برضه مش عايزين ننسى الأول حاجة صغيرة، إن إحنا كجيل تسعينات أو تمانينات كنا بالنسبة لأهالينا مختلفين، وأهالينا بالنسبة لأهاليهم كانوا مختلفين. كل الأجيال بيبقى ليها أي أبديت، بس اللي فعلا المفروض نتخض منه هم أهالي الجينزي اللي شكلهم غريب قوي، اللي بنشوفهم دلوقتي، واللي تصرفاتهم غريبة وأفكارهم غريبة وتقاليعهم غريبة وجرأتهم غريبة. اللي المفروض نخاف منهم مش التطور في الأجيال، اللي المفروض نخاف منه البيز بتاع الأجيال. يعني احنا مثلا كنا بالنسبة لأهالينا مختلفين، بس كانوا كلهم بيتفقوا على حاجة واحدة: الأخلاق. في شوية حاجات كده ما ينفعش حد يعديها. ما ينفعش نعلي صوتنا على حد أكبر مننا، ما ينفعش نتكلم معاه بطريقة مش كويسة، بنقول حضرتك، بنتكلم مع اللي قدامنا بطريقة محترمة وبصوت واطي، ما بنقولش ألفاظ في الشارع، بنحترم جيراننا، بنحترم الناس اللي حوالينا، بنحترم إن إحنا في مكان عام وإن كل مكان ليه رول بتاعته المفروض نحترمها. في شوية حاجات كده مهما اختلفت الطبقات إحنا كلنا متفقين عليها، كنا متفقين عليها. دلوقتي هل علينا الجينزي، ودي مش أفكارنا إحنا يعني كمصريين أو كعرب عموما، هم واخدين شوية تقاليع كده من البلاد التانية اللي هم بالنسبة لهم ده عادي. اللي المفروض نخاف منه هم الأهالي. انتوا فين؟ بجد انتوا فين؟ أنا دلوقتي أغلب الأهالي اللي هم أب أو أم للجين زي اللي احنا بنتخض من شكلهم دول ومن أفكارهم، تروح تتكلم معاهم ابنك غلط أو ابنك عمل أو ابنك ضرب، ابنك شتم، أي حاجة من الحاجات اللي بتعاتبوا فيها يعني. بقيت بلاقي حاجة من حاجات كتير كده رد، يعني إن والله ابني حر يعمل اللي هو عايزه، أو إحنا حرين نعمل اللي إحنا عايزينه، أو أنا معرفش أصلا حاجة عنه. ويبقى الأب أو الأم واقفين بلا مبالاة كده، اللي هو إحنا ما نعرفش حاجة، إحنا متفاجئين زينا زيكم. أو أنا بسيب ابني يعتمد على نفسه ويجرب. يا جماعة، حلو إن انتوا مدين لابنكوا حرية، حلو إن انتوا مدين له مساحته، حلو برضو إن انتوا بتحترموا خصوصياته، بس في حتة كده احنا ناسينها: هو حر لحد حدود بيتكم، لحد حدود الباب بتاع شقتكم. ما ينفعش يعدي الحدود دي وياخد حريته ويمشي بيها في وسط الناس. يعني مثلا دلوقتي الطبيعي ان اي شاب بياخد عربية باباه، آه ويفضل ماشي بيها في الشوارع بسواقة جنونية، وفي الغالب لو هو ساكن في كومباوند أو حاجة ما بيبقاش معاه رخصة، مشغل الأغاني بصوت عالي جدا لحد الساعة 3 و4 الفجر، وصوت ضحك جامد وألفاظ وحاجات، كأننا مثلا الساعة 11 12 الظهر. بيتعاملوا مع الليل كأنه نهار بالظبط، كأنه نهار مش كأنه ليل بدري يعني. تيجي تتكلم مع الأهالي: هو حر، ده في أجازة، سيبوه براحته. يا جماعة، ما هو في أجازة ما يتبسط لحد الوقت الطبيعي. ما هو في ناس عايشة في البيوت دي تعبانة طول اليوم في الشغل ومصدعة من الشغل وعايزين يناموا عشان عندهم شغل برضه، أو في أطفال صغيرين، في ناس كبيرة في السن محتاجين إن هم يستريحوا، محتاجين إن هم واخدين علاج، ناس كبيرة. المفروض نراعي الحاجات دي كلها. زمان كنا بنراعي، وزمان احنا لو حبينا نروش ونعمل حاجة زي كده فكان في أهالي بتقول لأ عيب، لأ غلط، ما ينفعش كده، عيب. أو
ألاقي مثلًا مجموعة كده teenagers الحلوين واقفين وبيتكلموا بألفاظ مش كويسة وبيقولوا ألفاظ مش لطيفة وبصوت عالي جدًا وبمنتهى الجرأة. تيجي تكلم الأهالي، شاب وأنا مش قادرة عليه. ما هو مش قادرة عليه، ما هو دي مسؤوليتك. ما هو إحنا لمّا بنتعامل إحنا كناس غريبة parents مثلًا، نيجي نتعامل مع teenagers دول، بيبقى غلط علينا إحنا مش عليهم هم كأطفال، لإن هم في الأول وفي الآخر أطفال. بس لمّا بنيجي نتعامل عليهم بيبقى الغلط عندنا إحنا، فبنلجأ للأهالي. ابنك عمل أو عشان إحنا كبار كفاية إن إحنا نحل المواضيع دي، مش هنيجي نعاتب في طفل. ألاقيه لأ، ده أنا ما أعرفش حاجة عنه وأنا مش قادر عليه وأنا مش عارف أخلّيه يبطّل اللي هو بيعمله. طب نعمل إيه طيب؟ طب نعمل إيه بجد؟ أنا مدّي له حريته. مدّي له حريته في إيه؟ علشان يبني شخصيته، ما هي لسه شخصيته ما اتبنتش، هي دي المرحلة اللي بيتبني فيها الشخصية. دي المرحلة اللي إحنا بنعالج فيها المشاكل عشان ما تكبرش. ابني بيشتم وبيقول ألفاظ مش كويسة، ولمّا بييجي حد من الأهالي يتكلم معاه بيقل أدبه كمان على الأهالي. أنا كدوري كأب أو أم أنزل أتكلم مع ابني ويعتذر للحد الأكبر منه علشان ما يكبرش يبقى بني آدم قليل الأدب، ما بيحترمش لا الصغير ولا الكبير ولا بيحترم زملائه في الشغل ولا بيحترم الناس اللي ماشية جنبه في الطريق ولا اللي ساكنين معاه جيرانه ولا أي حاجة خالص. ما هو مش هيحترم أي حد وبالتالي هيتجوز مش هيحترم مراته، مش هيحترم ولاده، مش هيحترم أي حد. هي دي الفترة اللي إحنا بنعالج فيها مشاكل، لإن طبيعي يكون في مشاكل. طبيعي جدًا يكون الولاد دول عندهم شوية مشاكل بتظهر. دي حاجة طبيعية جدًا، بس إحنا دورنا إن إحنا نعالج الحاجات اللي بتطلع مش كويسة، ونخلّيها إلى حدٍ ما كويسة. آآ مش المفروض إن إحنا نبقى حاطين نفسنا في bubble إن إحنا خايفين منهم. نفسي نخرج من الbubble دي ونتعامل فيها على إن دول طبيعيين، بس هم مشاكلهم جاية إن العالم بقى مفتوح وسايح على بعضه، ودي حاجة مش في إيدينا نقفلها. بس إحنا اللي في إيدينا نعمله إن إحنا نقول ده غلط، الأفكار دي غلط. أنا باتخض جدًا من الأفكار اللي الأولاد دول بيقولوها حتى لو بنات. البنات عندها جرأة برضه في كلمة أنا حُرّة، أنا حُرّة، أنا حُرّة، أعمل اللي أنا عايزاه والبس اللي أنا عايزاه. ما هو في حد في البيت مش متابع، في حد في البيت مش بيقول إن ده كلام ما ينفعش يتقال، دي تصرفات ما ينفعش تحصل. مش ده اللبس المفروض نلبسه وإحنا رايحين مول مثلًا. أبقى في مول ألاقي بنات لابسة الcrop top و و وحاجات ضيّقة ليه يا جماعة؟ هو مش ده مكانه برضه. المول ده إحنا بننزله علشان نشتري منه شوية حاجات as إن هو يعني ده السوق يا جماعة بس على أنضف وأكبر يعني. كبر وبقى مول، بس هو still هو مول. إحنا الناس اللي بتنزل في الغالب بتنزل تعمل shopping، ما عدا الحتة الarea بتاعة إن هُم بيقعدوا في مطاعم، وفي الغالب برضه الناس دي بتبقى تعبت من الshopping مثلًا ومن التدوير، بيقعدوا في المطاعم دي. بس اللبس اللي إحنا لابسينه ده ما ينفعش يبقى في المطبخ، ده ليه أماكن تانية، البسيه على البحر، البسيه في مصيف، بس مش هنا. مش وأنا نازلة في مش كل حتى كمان مش كل المولات. يعني العيال دي نازلة من البيت أهاليها شايفة، ولو مش شايفة فهُم مش متابعين كويس. مش كل عتابنا على الولاد وأفكارهم، لإن أفكارهم بيقولوها مش مستخبية. يعني مش زي الجيل بتاع زمان كان بيعمل وهو مستخبي وخايف وقلقان وبيضرب نفسه 100 قلم على وشه إن هو بيعمل حاجة غلط. هُم بيقولوا دورنا إن إحنا نعرف ده ونعدّل السلوك والأفكار الجريئة أوي دي. مش الصح إن إحنا طول الوقت نبقى بنعاتبهم وبن بن بن بنقول إن أنتم بتعملوا حاجة غلط وإن أنتم جيل بايظ وإن أنتم جيل مش كويس وإن أنتم جيل فاشل وإن إحنا نطلّع فيهم الحاجات اللي مش كويسة، لإن still في أطفال 15 و16 و17 سَنة عاملين مشاريع وعاملين مشاريع بجد، وبيشتغلوا على نَفْسهم جدًا وعندهم أفكار حلوة جدًا،
واللي عنده ويب سايت واللي عنده حاجة بيعملها بيعرف يعملها ومكبرها، البنات اللي بتعرف تعمل حاجة هاند ميد وشغالة فيها اونلاين، الولاد بيفهموا في حاجات كتير قوي والمفروض ان احنا نساعدهم. الجيل ده كله ذكي جدا، كفاية ان هو بيلقط المعلومات والتطورات بسرعة جدا. في منهم اللي بيعرفوا يستفيدوا جدا من القصة دي، وفي اللي سايب نفسه علشان هو متساب، مش عشان هو سايب نفسه، هو ستيل صغير. في أفكار كتير قوي بتيجي في دماغهم وحاجات كتير قوي عايزين يعملوها، وكله بيخش في بعض وما بيلحقوش يفلتروا ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي المفروض يتعملش، وايه المفروض يتقال وايه اللي المفروض ما يتقالش. يعني انا دايما في حاجة كده بفضل اقولها كتير: عايزين تعرفوا كل بيت عامل ازاي من جوه، من جوه بجد مش اللي احنا شايفينه، بصوا للاطفال، بصوا لهم كويس بيتصرفوا ازاي. في اطفال بتتعامل طول الوقت بايديها، بتلف لفة كبيرة كده، وبنعرف بطريقة ما يعني ان البيت اصلا جوه بيتعاملوا بايديهم، حتى لو هم مش باينين ان هم ناس بيتعاملوا بايديهم وناس مؤذية وطالعين قدام الناس ان هم شكلهم عادي، بس هم في البيت فعليا بيتعاملوا بايديهم. عشان كده الاطفال طبيعي احنا شايفينهم بيمدوا ايديهم على الناس اللي حواليهم. طفل عصبي وبيغل في الكلام وبيتنرفز بسرعة ويتعصب بسرعة لكل الناس وكلامه أغلبه مش كويس. ما هو جاب كل ده منين؟ جابه من البيت. لو بصينا كويس هنلاقي الأب أو الأم بيعملوا كده طول الوقت قدامه. هي الأطفال باختصار هم مراية لأي بيت. الأطفال اللي هتلاقيهم حنينة علشان بيوتهم حنينين، الأطفال اللي هتلاقيهم بيحضنوا وبيبوسوا وبياخدوا بالهم من إحساس الناس اللي حواليهم، بيطبطبوا على حد، بيساعدوا حد، بيتكلموا بطريقة لطيفة مع الناس، ودودين مع الناس، عندهم رحمة في كلامهم وفي تصرفاتهم، عشان بيتهم هم شايفينه كده. هم شايفين الأب والأم بيتعاملوا كده، شايفين الأب والأم حنينين، بيتعاملوا بحنية مع كل حاجة حواليهم، فالعيال دي طالعة كده. مستحيل تلاقي طفل عنده العصبية والعنف ده وما تلاقيش فيه حاجة وراه زرعها البيت بطريقة ما، الطفل طلعها قدام الناس. أطفالكم مراية لبيوتكم، مهما حاولتوا تداروا ومهما حاولتوا تقولوا إن إحنا ناس حلوين جدا، هيجي الطفل اللي طالع من عندكم البيت ده هيفضح كل حاجة من غير ما يقول ولا كلمة، بس من تصرفاته هيقول كل حاجة. ربوا ولادكم كويس جوه البيت عشان تشوفوهم بالمنظر اللي تقدروا تتكلموا بيه وتبقوا فخورين بيهم بره البيت، ما تبقوش مكسوفين من تصرفاتهم وتتخضوا. هو ما جابش الكلام ده من بره، حتى لو بطريقة ما برضه جابها من تلفزيون، من يوتيوب، من تيك توك، من فيديو شافه. ما هو ده نتيجة حاجة احنا مقصرين فيها، سيبنا الطفل يتعلم وما خدناش بالنا من التغيير اللي وصل له وما عدلناش السلوك ده. طبيعي ان هم يشوفوا حاجات بدون قصد، بس احنا دورنا ان احنا نركز في تصرفات ولادنا، نشوفهم متغيرين ازاي، عملوا ايه جديد، مم، احساسهم بالحاجات بقى عامل ازاي، تصرفاتهم رد فعلهم بقى عامل ازاي. كل حاجة ليها سبب. لو احنا مركزين مع ولادنا مش هنتفاجئ بيهم بيعملوا الحاجات اللي بنشوفها ونقعد نتريق عليها دي. احنا دلوقتي بنتريق، بس احنا بنتريق على في الاخر اطفال، واحنا دورنا احنا ومسؤوليتنا احنا ان اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي بنتريق عليه ما يوصلش للمنظر ده خالص. دي مسؤوليتنا احنا، مش مسؤولية الاطفال اللي وصلوا له ده.